بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا إعدادات الأرقام البشتو. عندنا نقول للأرقام للرقم واحد شميرة، للجمعة شميري، يعني بوختو شميري يعني الأرقام الباشتو. يو، دوا، دري، تلور، بنز، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس، نولس، شل، یوویشت، دوویشت، درویشت، څلرویشت، پنځهویشت، شپږویشت، اووهویشت، اتهویشت. سبحان الله. كما ترون الكتابة الباء الكتابة أيضا قريبة إلى اللغة العربية، هكذا أعدادنا الأرقامنا أيضا ليس بإنجليزي بل بقريبة على العربي. كما ترون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هكذا هذا أعدادنا، هذا أرقامنا. صحيح الشباب في هذا العصر يكتبون كثير الأرقام الإنجليزي، لكن أعداد أرقامنا أرقام اللغة الباشتو، لغة الأفغانية، حتى الفارسي أيضا هذا الأرقام وليس بأرقام الإنجليزي، يعني نفس العربي. يو أنتم ترون يو العدد الرقم أيضا، وهذا نطق يو، يي واو يو. دوا يعني 2، دري 3، تلور 4، بنز 5، شپږ 10، اووه شپږ 6 عفوا اووه 7 اته 8 9 9 لس 10 يوولس لس. انظر هنا وصلنا لل10، هنا سوف نفس الأرقام نأخذ ونجمع، وهنا لس يعني 10 سهل جدا. لس 10 نأخذ من هنا 1 يو لس. عندما تجمع 1 و10 كم يصبح؟ يصير 11. فنأخذ 1 من هنا و10 من هنا. في النطق نأخذ 1 من هنا يو كما قلنا يو يعني 1، نأخذ 1 في النطق، و10 أيضا نجمعهم ونساوي، نجعل منهم النطق جديد ل 11. كيف سوف نساوي؟ نأخذ نطق 1 ونأخذ نطق 10 سيصبح يوولس يو 1 لس 10 يو 1 يو يعني 1 لس يعني 10 يو جمع 10 يصبح 11 يوولس. نفس الأعداد. من هنا نأخذ دولس دري، لا نقول دريلس، نقول ديارلس څوارلس نفس التالور. څوارلس يعني 14، ديارلس 13، بنزلس 15، شپاړس 16، اوولس 17، اتلس 18، نولس 19، شل شين لام شل 20 أو 20. نفس الأرقام الآن نأخذ يويش التاء كثير الأقوام في كثير اللهجات البشتو. في الفصحى الفصحى الرئيسية الرسمية نكتب يويشت تاء بالأخير، لكن النطق قليل
الأفراد، يعني في المئة 10 ينطقون التاء. نقول هكذا يوش 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 يعني 21. نكتب يوشت. إذا في كل مكان وفي كل حال تقول يوشت دويشت تروشت، أعطيني يوشت ليرة، يعني أعطيني 21 ليرة. سيحسون يحسونك أنك لا تعلم البشتو جيد جدا، يعني قول هكذا معلش لا بأس. يوش دويش درويش سلرويش سلرويش. الآن أنا في لهجتي أنا أقول سلريش سلريش، لا أقول سلرويشت. أنا في لهجتي سلريش. بنزويشت 25. شباقويشت 26. وويش انظر الطاء لا أنطق. وويش أنا أقول وويش هذا لهجتي. فصحى بشتو وويشت. أما بالفصحى أيضا أقول إذا تريد تقول كل الأقوام يفهموا عليك الفصحى البشتو، قصدي العاصمة أفغانستان كابول هكذا. وفي كتب وفي أخبار في جرائد في التلفزيونيات في القنوات هكذا في الأخبار يكتبون وويشت، لكن كلهم حتى في الفصحى لا ينطقون وويشت، يقول وويش. أما أنا في لهجتي وويش، أليف واو يا شين وويش. أتويشت أنا في لهجتي أتيش. أتيش يعني أتويش، يعني وويش 27 أتويش 28. أتيش أنا أقول في لهجتي هكذا 28. 29 نهويشت سهل جدا. نهويشت أنا أقول نهيش. نهويشت تكتب هكذا نهويشت، أما تقول نهويش تي سكون نهويش. أنا لكن لهجتنا لهجة محافظتنا نهيش يعني 29. ديرش يعني 30 أو 30. انظروا ناخذ واحد من هنا ونجمع مع واحد، ناخذ النطق الواحد ناخذ ونجمع مع 30 يصير 31. انظروا ديرش 30 تمام. وواحد أنتم تعلمتوا واحد يعني يو يعني واحد، وديرش كم 30. نجمع واحد مع 30 مع ديرش. انظروا الآن يو ديرش يعني 31. دو ديرش 32. دري ديرش 33. تلور ديرش 34. بنز ديرش 35. شباق ديرش 36. و ديرش 37. التديرش 38. نها ديرش 39. الآن تلويخت أيضا التاء كثير لا نقول تلويخ بس تلويخ يعني 40. تلويخ كم يعني 40. تلويخ 40 أو 40. تلويخ 40. نجمع نطق الواحد يو. ما معنى يو؟ يعني واحد. يو ما معنى تلويخ؟ يعني 40. يو تلويخ 31. دو تلويخ 32. دري تلويخ 33. لا عفوا يو تلويخ 41. دو تلويخ 42. دري تلويخ 43. تلور تلويخ
تلور تلويخ 44 بنزد تلويخ 45. الآن بنزوس، بنزوس يعني 50، نفس الشيء نفس الطريقة. يو ما معنى يو؟ يو يعني واحد. ما معنى بنزوس؟ يعني 50. نجمع واحد مع 50 كم يصبح؟ 51. النتق يو بنزوس 51، دو بنزوس 52، دري بنزوس 53، تلور بنزوس 54، بنز بنزوس 55، شبك بنزوس 56، وبنزوس 57، أت بنزوس 58، نه بنزوس 59. الآن شبيتة، شبيتة يعني 60 أو 60. شبيتة ما معنى واحد؟ يو. يو بالبشتو يعني واحد. بالبشتو شبيتة ما معنى شبيتة؟ شبيتة يعني 60. يو شبيتة 61، دو شبيتة 62، دري شبيتة 63، تلور شبيتة 64، بنز شبيتة 65، وشبك شبيتة شبك شبيتة 66 أو 66، وشبيتة 67، أتشبيتة 68، نه شبيتة 69. الآن 70 أو يا، أو يا يعني 70 بالبشتو، أو يا أو يا. ما معنى يو؟ يعني واحد. يو أو يا 71، دو أو يا، دري أو يا، تلور أو يا، بنزا أو يا، شبق أو يا، و أو يا، أتا أو يا، نه أو يا، أتيا. ما معنى أتيا؟ أتيا يعني 80 أو 80، نفس الطريقة. يو أتيا 81، دو أتيا 82، دري أتيا 83، هكذا نفس الطريقة. نوي، نوي، نوي أو لساتيا. لساتيا أيضا يعني 90 أو 90، نوي أيضا، نوي أو لساتيا. نوي، نوي يعني 90. ما معنى واحد؟ نفس الطريقة. يواتيا، يونوي يعني 91، دونوي 92، درينوي 93، تلورنوي 94، إنزنوي 95، شبقنوي 96، هكذا نفس الطريقة. الآن سل، سل ما معنى سل؟ سل يعني 100، 100 سل 100. إذا تقول 100 ليرة سل ليري، سل ليري 100 ليرة سل ليري، ليري سل ليري يعني 100 ليرة. سل يعني 100. زر، زر يعني 1000. لس زرع، لس زرع ناخذ لس يعني 10، زرع يعني 1000. لس زرع 10,000، سل زرع 100,000، بنزس وزرع 500,000 أو 500,000 كما نقول بالعامية. يوم مليون، يوم مليون 1 مليون. أما نحن نلفظ مليون، مليون نكتب هكذا، نلفظ مليون، 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 مليون. نكتب مليون مثل العربي لكن ننطق مليون. يوم مليون نكتب هكذا، أما نلفظ هكذا يوم مليون. سل مليون، سل مليون 100,000. يو بليون، يو بليون، يو بليون يعني 1 بليون.
يوبلون يعني واحد بليون. يو يعني واحد، بليون بليون. لس بلونا يعني لس بليون، لس بليون. سلبلونا يعني لس بليون يعني 10 بليون. سلبلونا يعني 100 بليون. يو تريليون 1 تريليون، 1 تريليون. الآن نحن نقول مثلا كيف نقول الدرس الأول بالعربي، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الدرس العاشر. هذا الأسماء المذكر. الأسماء المؤنث نقول مثلا الكلمة الأولى، لا نقول الكلمة الأول، نقول الكلمة الأولى، الكلمة الأولى، كلمة الثانية، كلمة الثالثة، كلمة الرابعة، هكذا. فهذا الأول عندنا أول أو لملي. أيضا رمبي. في البشتو الأول يعني لملي. أيضا في النون تستطيع تقول نملي، نملي. أيضا أول يعني أول. دويم أو دوهم يعني الثاني. دريم الثالث. تلورم الرابع. بنزم الخامس. شبغم السادس. وم السابع. أتم الثامن. نهم التاسع. نسم العاشر. الآن تمام، عفوا نكتب نكمل إلى هنا بعدين. سلم يعني سلم. أيضا نقول مثلا المئوي زرم. رقم 1000 واحد، مثلا واحد شخص يأتي آخر واحد، نحن 1000 شخص وآخر واحد هو يأتي، هو يكون زرم. للزرم هكذا أيضا يعني 10,000 وهو يكون آخر واحد هو للزرم. هذا سلزرم يعني 100، الرقم 100,000. سلزرم للزرم الرقم 10,000 و10,000. وسلزرم يعني إذا نحن نكون 100,000 شخص وآخر واحد يأتي هو يكون سلزرم. هكذا نفسه أما مؤنث. كما قلت لكم عندما يكون شخص رجل نقول الأول، أو أي شيء اسم مذكر نقول له في العربي أول أو ثاني. إذا نتحدث عن المذكر، أسماء المذكر نقول الأول، الثاني، الثالث، الرابع، هكذا. للمؤنث أيضا عندنا اللغة البشتو أيضا لغة غنية يعني مثل العربي، ليس 100% مثل العربي. ما شاء الله اللغة العربية أحسن، لكن بشتو أيضا يعني ما شاء الله في عندنا أيضا هكذا. مثلا أولا يعني الأولى، دوهما الثانية، دريما الثالثة، تلورما الرابعة، بنزما الخامسة، شبغما السادسة، وما السابعة، أتما الثامنة، نهما التاسعة، لسما العاشرة، سلما المئوية. كيف؟ سبحان الله نسيت. الآن مثلا كيف نقول دوا سوا. نقول إذا نقول دوا سوا 200 نأخذ دوا. ما معنى دوا؟ قلت لكم دوا يعني 2. السل يعني هذا لم أشرح، هذا أيضا سوف أشرح قليل. مثلا
سل قلت لكم سل يعني 100. تمام. يو سل 100 دو سوا، ناخذ دو. لا نقول سل كما تعلمت سل يعني 100. الآن لا تقل أيضا يعني تكتب دو يعني 2 أو يو دو، أو تكتب دوسل يعني 200. لا تكتب هكذا، هذا مختلف. هنا تكتب هكذا دو سوا يعني 200. دري سوا 300. تلور سوا 400. بنز سوا 500. شباك سوا شباك سوا 600. وسوا 700. التسوا هكذا 800. 9 نها سوا 900. لا السوا لا تقول، بعدين قول زر. الآن دوزر أيضا زر، قلت لكم زر يعني 1000. تمام. لا تقول لي دوزر دريزر تلورزر بنزر، لا هذا سوا 1100. هذا مختلف للعشرة شوي قليلا. تكتب هكذا زر، تعلمته يعني 100. الآن يوزر تمام بصير يوزر يعني 1000، أو أيضا تقول زر يعني 1000، أو تقول يوزر يعني 1000. أما لا تقول لي دوازر دريزر تلورزر، لا دوزرة يعني 2000. دريزرة 3000. تلور زرة 4000. بنز زرة 5000. شبق زرة 6000. وزرة 7000. أت زرة 8000. نها زرة 9000. لس زرة هنا لس زرة 100,000 10,000 عفوا. إن شاء الله قد استفدتم. بعد فترة طويلة جئت، يمكن شهر أو نصف كنت مريضا قليلا. إن شاء الله وعدتكم سأقدم لكم مفردات الشتاء أيضا في الدرس القادم، وإن شاء الله نكمل. إذا ناقص شيء في هذا سنكمل في الحلقة الثانية في الدرس الثاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.